مش هتصدقوا لو قلتلكم ان السجاد الفاتح ده بقاله اكتر من 6 شهور ما اتغسلش. وهثبت لكم دلوقتي ان هو بقاله فعلا فترة كبيرة ما اتغسلش. لو عندك سجاد فاتح ومش عايزة تداريه بالحفاظات وعايزة تحافظي على شكله ويفضل نظيف معاكي لأطول فترة ممكنة، وعندك كمان أطفال وبيبهدلوا السجاد بتاعك، تعالي أقولك على روتين بسيط و3 حاجات هتعمليهم علشان السجاد بتاعك يفضل نظيف على طول وما يتبهدلش معاكي، حتى لو كان فاتح، حتى لو كان عندك أطفال. واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى نبدأ النهاردة فيديو جديد، والنهاردة انا متأكدة ان الفيديو هيعجبكم لان احنا كلنا محتاجين الفيديو ده في فصل الصيف. ده اسرع واسهل روتين يومي لتنظيف البيت، وكمان يعني عشان نقضي على التراب اللي موجود طول فصل الصيف ده اللي احنا بنعاني منه. ابشع حاجة موجودة في فصل الصيف هي التراب اللي بنعاني منها في البيت لو عدى يوم وما نضفناش. فتعالوا اقول لكم على اسرع حاجه ممكن تعمليها. انا هستخدم هنا فوط ايكو واي، وعندي للتنظيف السريع كده في الريسبشن بستخدم فوطتين، واحده للازاز وواحده للتراب. بشيل التراب كله الاول من على اي حاجه، انا بمسك الاتنين في ايدي زي ما انتم شايفين كده، وبمشي بقى على كل حاجه، ترابيزات بقى، شاشه. الشاشه طبعا مش بعملها كل يوم يعني، لاني مش بتحتاج كل يوم. فبشيل التراب الاول بفوطة التراب، وبعدين الفوطة التانية في ايدي برضو مش بسيبها من ايدي، بلتها حاجة بسيطة خالص. علشان ايه؟ هي طبعا فوط ايكوي المميز فيها ان هي بنستخدمها من غير اي منظفات، فبتبقى سهلة جدا بالنسبة لي. بشيل بالتراب وبعدين ألمع بفوطة الإزاز اللي هي طبعا بديل الجلانس. مش هتحتاجي بقى لا جلانس ولا منظف ولا منظفات ولا أي حاجة خالص. أي بقعة مش عارف ايه، طبعا السفرة أنا بكون منظفاها عادي من اليوم اللي قبلها، مثلا من العشاء واحنا بنكون يعني اتعشينا فخلاص نظفتها عادي، بس أنا بالفوطة بتاعت الجلانس باخدها برضو تلميعة كده. بصوا مش بتلاقي اي تراب خالص. الشبابيك بقى، طبعا احنا كنا متفقين قبل كده ان احنا كل يوم لو عملنا شباك بتيجي بقى للتنظيف الاسبوعي بعد كده بتلاقي ان انتي الشبابيك بتاعتك اصلا كلها نظيفة. يعني لو كل يوم عملتي شباك، الفكرة دي حلوة قوي، بتريحك اخر الاسبوع، خاصة للناس اللي هي بتشتغل. لو انتي بتشتغلي فانتي ضيفي لروتينك اليومي شباك واحد نظفيه. فهنا بقى احلى حاجه في فوطه ايكواي. بصوا دي احلى حاجه في فوطه التراب، تنظيف الشبابيك دي مش بتخلي لك ذره تراب نهائي، وبتتشرب التراب، مش بتعمل اي عفره، يعني مش بتعفر كده. حتى انا لو تلاحظوا عملت بيها السلك مسحته بالراحه كده فما عفرش وما عملش اي عفره. ده المميز في الفوطه دي، ان هي بتمتص التراب وبعد كده لما بتغسليها بينزل منها الاتربه. طبعا إيه لو عملتي كل يوم شباك هتبصي تلاقي في اخر الاسبوع ما عندكيش شبابيك خالص في عليها تراب. فبالتالي هتيجي يا دوب بقى تمسحي دوائر الملايات، فالنقطة دي بتوفر عليكي يعني مجهود كبير قوي. اكتر حاجة مميزة في فوطة التراب بالنسبة لي كانت هي توفير استخدام المكنسة الكهرباء. احنا عارفين طبعا المكنسة الكهرباء دي دمار، اكتر حاجة بتسحب كهرباء في البيت، فبتطير العداد كده او بتطير الكارت لان احنا كارت. فالفوطة بتاعت ايكواي يعني من سهولتها ومن سهولة استخدامها هي افضل كتير من المكنسة، فبتوفر عليا اصلا كهرباء كتير. الحاجة دي رغم ان هي غالية شوية بس بصراحة قيمتها فيها. هنا بقى فوطة المواعين، ودي اللي معايا بقى في المطبخ في كل حاجة. فوطة المواعين دي بقى تنضفي بيها تلاجة، وطبعا بعد ما تنضفي كده التلاجة بيها بتروحي جايبة فوطة الامتصاص وتمسحي على طول بفوطة الامتصاص. هوريها لكم دلوقتي. الفوطة بتمسحي على طول بيها، يعني هتنشف لك على طول. وممكن برضو لو اتدلق اي حاجة في التلاجة من غير بقى فوطة المواعين ولا اي حاجة، تجيبي فوطة الامتصاص وتنضفي بيها على طول، بتتشرب اي سوائل، بتنضف معاكي. فوطة الامتصاص ليها فوائد كتير جدا بصراحة، برضو عجبتني في حاجات كتير، زي مثلا لو اتدلق حاجة على الارض على السجاد بنشف بيها، مش بتخلي ولا نقطة مية، بتك عليها كده واضغط عليها بتتشرب كل حاجة. فوطة المواعين بقى معاكي في المطبخ طول ما انتي مثلا واقفة بتنضفي او قصدي بتطبخي اي طبق، يعني اي حاجة كده في ايديك، الخلاط، شفشق الخلاط، مش عارفه ايه،
كله اغسلي بيها. مش هتحتاجي بقى صابون ولا اي حاجه، طبعا احنا اتفقنا ان هي ايه بتستخدم بدون اي منظفات. فانتي هتشطفي الحاجه كده، هتغسليها بيها بفوطه المواعين دي. طبعا بدل ليفة المواعين، بدل الصابون، بدل كل حاجة. برضو اهي فوطة الامتصاص ممكن ان انتي تفرشيها على الحوض لو عايزة تصفي عليها المواعين، وممكن اصلا ان انتي تنشفي بيها المواعين، بس طبعا بشرط ان هي تكون نظيفة. هنا بقى ايه، طول ما انت شغاله واقفه في المطبخ كده، مصفة الرز، شفشق الخلاط، طبق اتبهدل منك، اي حاجه ما تخليش وراكي مواعين خالص وهتغسليها. النقطه دي هتخليكي ما تسيبيش اي مواعين ولا تراكمي اي مواعين وراكي، وهتسهل عليكي ان انت مش هتستخدمي صابون. فطبعا هنا ايه بتستخدمي الليفه دي بدون صابون خالص، فمش يعني مش هتكسلي عن غسيل المواعين طول ما انت واقفه بتطبخي. تعالوا بقى للسجاد. طبعا ادي السجاد اهو بتاعنا. يعني خطوات بسيطة خالص هتعمليها علشان السجاد بتاعك ده ما يتبهدلش. خاصة شايفين السجاد بتاعي فاتح ازاي؟ انا لما جبت السجاد ده كان لازم اعمل له روتين مخصوص علشان ما يتبهدلش معايا، وعلشان انا ما فرشتش عليه حفظات. انا بصراحة لو جبت حفظات هشيله، مش هفرشها عليه، لانه خساره سجاد زي ده افرد عليه حفظات. طبعا هنا انا بوريكم بقع، لان ده الممر اللي احنا بنروح منه على الليفينج. بصوا اهو بنمشي من هنا كده، فالممر ده الاطفال طبعا موقعين حاجات على السجاد. فانا بثبت لكم هنا ان السجاد ده بقاله فتره كبيره جدا ما اتغسلش، هو بقاله اكتر من 6 شهور، يمكن 6 7 شهور، اكتر من 7 كمان. المهم ان انا في شويه حاجات بسيطه كده بعملها يوميا. هي حاجة واحدة بعملها يوميا، وهقول لكم على الحاجات التانية اللي انا بعملها كل فترة. بصوا بقى، اول حاجة بعملها ان انا البلكونات عندي لازم كل يوم تتمسح، لازم. البلكونة دي والبلكونة الصغيرة، بصوا هي مش بياخدوا اصلا 10 دقايق، وكمان مدخل الشقة. بصي من الاخر، السجاد ده بيتبقع من ايه؟ بيتبقع من التراب مع المية، الاتنين لما يكونوا مع بعض. يعني تراب مع مية. لو حد دخل البلكونة مثلا وجاب تراب من البلكونة، هيجي هيعمل السجاد، هو مش هيعمل بقعة، هو يعمل تراب على السجاد. طيب حد بقى دخل مثلا المطبخ مش مفروش، فدخل او الكولدير اللي انتوا شايفينه ده قدامه وقع حبة مية، لو حد داس عليهم برجليه وبعدين جه على السجاد اللي هو متطرب، اللي عليه تراب علشان فيه جه عليه تراب من البلكونة، هيعمل بقع على السجاد، والسجاد بتاعك شهر واحد وهتبص تلاقيه اتدمر. انا عايزة اقول لكم ان انا السجاد اللي قبل ده كان اغمق من كده، وعلشان ما كنتش ماشية بالروتين ده كان بيتبهدل يا دوب شهرين ولازم يتغسل. تالت حاجة او تاني حاجة لازم تعمليها، وهو هنا بقى المسافات الفاضية لما تكون كتير في بيت فيه اطفال ما تنفعش، هتبهدلك الدنيا. طفل ماشي ماسك شوية عصير هيدلقوا منه، هيبهدلوا هيمشي هيبهدل السجاد الناشف. هنا بقى المنظفات دي، انا كنت بستخدم منظفات كتير وخلطات ومش عارفة ايه عشان انضف بيها السجاد. عايزة اقول لكم بقى، بصوا الفوطين دول، الفوطين دول سحر، اللي هي فوطة الامتصاص وفوطة الدهون. فوطة الدهون دي اصلا يعني معمولة للمطبخ وللمفروشات برضو، بس انا هقول لكم استخدامها دلوقتي في السجاد، بما ان انا عايزة اقول لكم على حاجة بعملها في السجاد. اول ما حاجة تقع من اي طفل منك على السجاد، عايزة اقول لكم شوكولاتة، علبة دانت وقعت من حمزة هنا على يمكن تقريبا كانت في المكان ده كمان، وقعت هنا على السجاد، انا صوت لان شوكولاته. فبسرعه رحت جبت الفطين دول، وكانوا لسه جايين لي وقتها، واتفاجئت بصراحه. انا شلت الشوكولاته الاول كده عادي بمعلقه وايه ورميتها، وبعدين جبت فوطه الدهون دي لان هي برضو للمفروشات برضو، وعامله معاكم بيها قبل كده الانتريه بتاعي. فروحت جايه ايه منضفه بيها، لقيتها نطفت، ما سابتش اثر خالص، بميه سخنه طبعا. وبعد كده بننشف بقى بفوطة الامتصاص، خلاص مش هتلاقي اي اثر. يعني انا قبل كده كنت بجيب ملاية كده او اي فوطة اي حاجة خفيفة كده افرشها على السجادة عشان محدش يدوس على المية او على البقعة اللي انا منضفاها، فايه فرجله تعلم فيعمل بقعة جديدة. لا، بقيت بفوطة الامتصاص. بصوا انا دلقت شوية مية علشان تشوفوا ان هي هتمتص المية ازاي، بضغط عليها كده ما بتسيبليش بقى نقطة مية. فوطة الدهون طبعا في المطبخ معاكي بقى بوتاجاز، فرن،
الفرن كمان بنبقاش عايزين ننضفه بمنظفات قويه ريحتها تيجي في الاكل لما نشغله. فهي حلوه لاجهزه كهربائيه في المطبخ، لكل حاجه عليها دهون. للحيطه اللي ورا البوتاجاز كمان، هنا للحيطه عيل من ولادك شخبط عمل لك بقع على الحيطه كده، هتنضفيها بيها. يا رب النهارده الفيديو يكون مفيد ليكم. ما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم على الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.